عواف وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. والنهاردة الحمد لله أول يوم رمضان، وهنتكلم على المسلسلات كلها، بس خلونا محافظين على صيامنا والنبي عشان الدنيا بايظة خالص. بس أنا بقول لكم هم بما يرضي الله، المسلسلات الكويسة والحلوة هنشيد بيها، والمسلسلات المقرفة اللي ملهاش أي لازمة هنديهم على دماغهم. طبعا أنا وانتم عارفين إن في بلاعة مسلسلات طفحت، بس فيها الحلو. خلي بالكم من حاجه، انا لمحت حلقه عجبتني في مسلسل ما، وحلقه عجبتني في مسلسل ما، وطبعا بقيه المسلسلات بلح. وكمان ايه، الاعلانات زي الزفت. ايه اعلان الام ده؟ يعني انا راجل امي ميته من زمان، ليه تقلبوا على المواجع؟ بلاش ده كله يا سيدي، انا راجل امي ميته من زمان ونسيت. واحد امه ميته لسه من ايام، يجي كده يقعد اول يوم رمضان يحاول ينسى ويحاول يخش في الطقوس والشعائر الاسلاميه ويحاول يندمج يعني مع المجتمع. اصل موت الام صعب قوي، فيجي يبص كده يلاقي اعلان في وشه: ربنا يخلي ماما. انتوا بتعايروا الناس، انتوا عالم مقرفه، ما تفوقوا بقى شويه يا جدعان. في حاجات كده تبقى ايه، حساسه، ما تدوسش عليها. يا عم اعمل اعلان عادي، هو انت لازم تغلس على الناس؟ كنت انا بتفرج انا واصحابي ناس كتير كده، كلنا امهاتنا ميته، كلنا قلنا في نفس واحد: ايه الاعلان المقرف ده؟ خلي بالكم من اللي انتوا بتقدموه. مش معنى ان الكرييتيف ان امه عايشه فيحاول يشكرها على قفانا احنا. فخلي بالكم. ندخل بقى ايه على شويه المسلسلات اللي هنتكلم فيها. طبعا مسلسل العتاوله هو بيحاول يصلح القرف اللي بهدله السنه اللي فاتت، وطبعا الحمد لله رب العالمين انا من اول يوم السنه اللي فاتت طلعت بهدلت المسلسل. واحمد خالد موسى نفسه المخرج عمل لي رياكتات ضحك ان هو بيتريق على كلامي، وانا قلت له مسلسل فاشل، والحمد لله كلامي طلع صح، وغيروا المؤلف اصلا وعملوا حاجات جديده ورجعوا ناس من الموت وغيروا فريده سيف النصر وجابوا فيفي عبده وعملوا شويه حبشتكنات لينقذوا ما يمكن انقاذه. بس انا بقول لكم اهو، باسم سمره هو مسلسل العتاوله. يعني انا وشويه ناس بنفهم في الفن ما بنتفرجش على العتاوله ده عشان خاطر العتاوله واحمد السقا، لا، عشان خاطر عيسى الوزاك اللي هو مين؟ باسم سمره. لكن المسلسل زي الزفت وهيفضل زي الزفت، بس هم هيحاولوا يعالجوا حاجات كده من الهجص. كنت انا قلت السنه اللي فاتت مسلسل مكتوب وحش، مسلسل هيقع، اصلا مكتوب غلط جدا. قعدوا يتريقوا عليا وقال لي ده ناجح ومش ناجح. لا يا باشا، انت ما كنتش ناجح خالص. انت السنه اللي فاتت اتشفت مش عشان خاطر انت مسلسل ناجح، لا، انت اتشفت عشان كنت بتتذاع بعد رمز على طول. فشكرا ليك. فيا رب السنه دي تحسن من شأنك، ويا رب احمد خالد موسى ياخد باله من اخطائه وما يركزش بس مع الناس في مشاكلها، لا، ركز في شغلك، ركز في السيناريو والحوار اللي كان بايظ اللي انت كنت بتخرجه. فركز في شغلك ولعل وعسى تعمل حاجه كويسه السنه دي. ندخل بقى على مسلسل انا بصراحه اول ما شفت البرومو بتاعه هرشته وقمت قال ايه ده منظر برومو. مسلسل شهاده معامله اطفال. طبعا كنا شفنا البرومو، هرشنا الفكره من البرومو. واحد دخل في غيبوبه قعد 20 سنه، فاق من الغيبوبه على ام التطور والتكنولوجيا اللي احنا فيها، يعني لا يعرف واتساب ولا فيسبوك ولا يوتيوب ولا اي نيله. فمسلسل من البرومو ما يتشافش. الغاوي، شفتوا الغاوي؟ شفتوا البرومو بتاعه؟ 10 ثواني بيقول لك ايه: انا كل ما اعرف ناس اكتر احب الطيور والحيوانات اكتر. من الاخر يقول لك من البرومو انا مسلسل جامد. فانا بصراحه ان شاء الله السنه دي هحاول اركز على ايه، كام مسلسل معين اتفرج عليهم، لان انا عارف ان دول الابطال بيحترموا المشاهد وبيقدموا له حاجه كويسه. وفي مسلسلات انا هتفرج عليها عشان اتريق عليها، يعني في مسلسلات انا هتفرج عليها مش ان انا بتفرج عليها عشان دي حاجه حلوه، لا لا خالص، انا بتريق عليها وعارف ان هي مسلسلات وحشه وعارف ان هي مكتوبه وحش وعارف ان هي فيها غلطات وهمسكهم ابهدلهم. فانا بصراحه مركز السنه دي على النص بتاع احمد امين، طبعا لان احمد امين بيحترم المشاهد والراجل ده محترم وانا بحب اتفرج على حاجته. طبعا النجم احمد مكي نجم محترم وبيحترم المشاهد وانا بحب اتفرج على حاجته وعارف انه قدم حاجه كويسه. وبصراحه الاستاذ سامي محسن السنه دي مقدم المسلسل ده. فانا اعتقد ان الثلاث مسلسلات دول هيبقوا اهم 3 مسلسلات السنه دي. وعلى فكره في مسلسلات كلها شغاله ونازله، المخرجين فيها والمؤلفين فيها اصحابي، فعلا اصحابي جدا والله العظيم، وانا مش هرحم حد. الحاجه الكويسه هتكلم عليها كويس جدا، والحاجه الوحشه هقول عليها مش عجباني مهما حصل. فان شاء الله رمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين، وهنبدا ان شاء الله كل يوم نتابع حاجه وننزل عليها. بالمناسبه انا ما شفتش لسه المداح، بس حد قال لي المداح السنه دي شكله مختلف
وشكله جامد جدا، ده رايه هو، انا لسه ما شفتش، هتفرج وهقول لكم. طبعا انا عارف ان في ناس بتجتهد جدا 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 عشان خاطر تقدم حاجات كويسه، والناس دي محترمه، وانا بما يرضي الله بتكلم في حقهم حلو. يعني انا عايز اقول لكم حاجه على سبيل المثال، في ناس انا عامل معاها مشاكل واحنا الاتنين ما بنطقش بعض، لكن لما بينزل حاجه حلوه والله العظيم بشيد بيها. يعني انا عشان اقول لكم على حاجه محترمه جدا في اللي انا بقوله، انا قلت دلوقتي ايه، استاذ تامر محسن المخرج الجميل عامل مسلسل حلو، فانا الراجل ده بحترمه وبحترم فكره. طيب المسلسل نفسه في ناس شغاله فيه كلهم مش هقول لك اصحابي، يعني ناس وحشه قوي في حقي، وحشه قوي في حقي، وناس رزله قوي في حقي في المسلسل ده نفسه. ماشي، انا لا خالص والله، لو المسلسل طلع حلو لا هتكلم ان المسلسل حلو جدا، لان انا اصلا لا ذكرت اسم المسلسل ولا اتكلمت عن المسلسل، انا اتكلمت عن تامر محسن. فاذا انا بقدر الراجل ده، وان شاء الله عارف ان المسلسل ده هيكسر الدنيا. لكن هو في الكرو ناس لا بطيقهم ولا بيطقوني ولا بيحبوهم ولا بيحبوني. ممكن اطلع اقول لك يا عم المسلسل المقرف المعفن، انا ما عنديش مشكله شخصيه مع حد، انا عندي مشكله فنيه مع الناس، فعشان كده مكروه. لكن هتكلم بما يرضي الله. ليا واحد صاحبي مخرج منفذ في مسلسل في رمضان ده، بصراحه انا شفت الحلقه الاولى ما عجبتنيش خالص، بس قلت يمكن. وعلى فكره عشان اقول لكم حاجه، مش شرط ان الحلقه الاولى تبقى حلوه عشان خاطر اكمل المسلسل، لا، ممكن تبقى الحلقه الاولى متواضعه بس بقيه المسلسل يبقى جامد. لان في تجربه انا شفتها قبل كده لحاجه، يعني هبقى اكلمكم عليها فيما بعد. البدايه كانت زي الزفت بس النهايه كانت ايه، موجعه، بس ده مش وقت نتكلم فيها. فانا اهو بتكلم فنيا بما يرضي الله. المسلسل الحلو هننصفه حتى لو المخرج بتاعه او المؤلف بتاعه عدوي لان ليه اعداء كتير. والمسلسل الوحش هقول عليه لو اللي كاتب اخويا. اقول لكم على حاجه، لو انا نفسي كاتب مسلسل بس بطريقه معينه والمخرج او الانتاج حطوا مناخيرهم فيه وبوظوه، والله العظيم نطلع اقول مين اللي كاتب المسلسل ده، المسلسل ده بايظ وهاجمه. انا ما عنديش اي خطوط حمراء في الوسط الفني. كل سنه وانتم طيبين، واشترك في القناه، فعل الجرس، تابعني، وصدقني مش هتندم. ان شاء الله اللي جاي يكون احسن، وهنهرش لكم الدنيا. الكويس هنقول عليه كويس، والوحش هنديله على دماغه. سلام عليكم.